مرحبا، أنا عليكم جميعا. تعالوا أنا ايش نسوي لكم هذا الحامض الشلغم. الطعمه وشكله وريحته ما أوصف لكم إياها، كلش طيبة. وتعالوا ويانا تابعوا الفيديو وشوفون طريقته. كلش سهلة وكلش بسيطة، مثل ما عودناكم على أكلاتنا كلش سهلة وكلش بسيطة. وتابعوا الفيديو لنهايته عم تشوفون طريقته. ولا تنسون الاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين، والتعليق الحلو واللايك الحلو مثل وجوهكم الحلوة. وتابعوا الفيديو عم تشوفون طريقته. وهنا نبلش بالمواد اللي عندنا مال الحامض الشلغم. عندنا هنا سلق باقة وحدة سلق، وعندنا هنا شبنت نص باقة. إذا تريدون تخلون باقة هذا الاختيار لكم. وعندنا هنا نص كيلو شلغم، أني هذا قشرته هذا شكله. نجيبه ونقشره بالمكشارة هيجي، وهذا كله نوخره. اللون الأبيض والبنفسجي نرد عليه، يعني هسه مو قشرنا نرد عليه مرة الثانية، لأن القشر هذا بشوية مرارة، لازم نوخر القشر زين ونثرمه الحجم احنا اللي نريده. وننقعه مي وملح مدة ربع ساعة أو أقل. شغلة كلش مهمة، ننقعه مي وملح على مود المرارة اللي بالشلغم تروح. عندنا هنا 4 خواشيك معجون. وهنا عندنا قلاص تمن عنبر. أي نوع تمن أنتم متوفر عندكم تخلوه، بس أنا دائما كل ما أسويها بتمن العنبر، لأن يعطيها طعم ونكهة كلش طيبة. هنا ايش عندنا؟ هنا خاشوقتين للاستكان لامندوزي هنا. وهنا عندنا وبصرة راح نطحنها هماتين، وملح وزيت. هاي اساسيات الحامض شلغم. اكو حامض شلغم يصير احمر، هسه احنا راح نسويه احمر، واكو حامض شلغم يصير اصفر. هن اثنيناتهم طيبات، يعني ما اقول لكم الاصفر او الاحمر واحد اطيب من الثاني، لا اثنيناتهم طيبات. وكل حامض شلغم الاحمر ولا الاصفر له طعم خاص. هنا عندنا هذا راح ننقعه التمن عنبر بين ما نحمس الشلغم والحبشكلات ملاته. هذا احنا راح ننقعه بالبداية وياهن، وراح اراويكم طريقة الشغل. اول شي راح نثرم ذني ونرجع لكم. وهاي احنا ثرمنا السلق. وهنا السلق شلعت هاي العودة مالته هيجي وثرمنا، ما ثرمته هو والعودة مالته. اذا تريدون تثرموه هذا الشي يرجع لكم، ماكو اي اشكال. وثرمنا البصل، وثرمنا هنا عندنا الشبت، وعندنا هنا نقعنا التمن. وهذا الشلغم مثل ما قلت لكم النقعه مي مدة ربع ساعة. وهاي الخاشوقة الملح نخليها فوقها. مو مهم اذا هواي، يعني لا تهتمون، لان راح ننقعه ربع ساعة. وبالاخير راح نغسله، نخليه مصفاه ونغسله على مود شنو تروح المرارة، خاصة اذا الاطفال ياكلون ويانا راح من ياكلوا راح يذوقون بمرارة. فهاي الطريقة كلش حلوة. طريقتين نوخر بيه المرارة. اول طريقة احنا مي وملح ننقع ربع ساعة، والطريقة الثانية نحمسه بالدهن كلش زين على مود تروح المرارة من عنده. وراح نتاني ربع ساعة ونرجع لكم. هنا عندنا اول خطوة نخطيها، نخلي الزيت. احنا القدرية هنا عندنا حامية، ونخلي هنا الشلغم. هنا نظل نقلب بيه من عيسى، نقلب بيه تقريبا دقيقة واحدة، نظل نقلب بيه. راح اظل انا اقلب بيه دقيقة واحدة وارجع لكم. هنا أنا عندي من بعد الدقيقة ما حمت عندي الشلغم، اسوي فراغ بالنص واضيف البصل والشبت والسلق، اخليهم سوا، اقلب فيهم واظل احمس فيهم هم دقيقة كاملة. اظل احمس فيهم. انا هنا عندي الشبت قليل، مو باقة نص باقة مثل ما قلت لكم. وهاي انا عندي
شبنت ثارمته ومجمدته، راح اضيفه على باقي المكونات واظل اقلب فيها دقيقة كاملة. هم اثنين ارجع لكم. هاي عندنا من بعد تقريبا دقيقة ونص ظليت يعني هيك اقلب بيه واغطي لحد ما يقبل عندي السلق والشبن. راح اضيف عليهم السمن واقلب السمن وياهم سوا، بس مجرد اخليه ينخلط سوا، ما اعيفه بالنص واخلي المي لان راح شلون يسكرك عندي التمن. لا، اقلبه وياهم ينخلط وراح اضيف المي. بسم الله. اخلي المي اعلى من الشلغم والتمن تقريبا ب4 أصابع. اخليه يعني اخليه اكثر من عنده المي. هذا المي اني تقريبا كافي. راح من يفور عندي شويه انص النار، يعني خليها للوسط على مود يستوي عندي الشلغم زين والتمن هم يستوي عندي، ونرجع لكم. هنا من بعد ما قام يفور عندنا المي نصيته تقريبا 10 دقائق لحد ما التمن استوى عندي، واشوف الشلغم يكون من ابوسه هيجي ينمرد بايدي، يعني هذا مستوي عندي. التمن هماتين اشوفه هيجي مستويه التمنايه من ابوسه. هنا أنا عندي المعجون خففته مي، وبعد راح نضيف مي عليه. هنا تقريبا ضفت ويا المعجون تقريبا 3 قلاصات هنا أنا مي ضفت. هنا أنا القياس لازم يكون يعني شيء مناسب. مثلا عندي شلغم أنا نص كيلو عليهم قلاص تمن، يعني إذا زودت التمن راح يصير عبارة عن تمن. يعني شوفوا هسه نص كيلو شلغم وقلاص واحد تمن، شوفوا التمن شلون هواية، يعني التمن هنا كل شيء نشر. كل نص كيلو شلغم تخلون قلاص تمن، إن كان عنبر أو هندي أو مال الحصة قلاص. وهنا أنا إذا حابة تضيفين بالبداية ويا من نضيف يعني العفو السلق والشبن، تريدين حابة تضيفين عندك ليا مثرومة، عندك شحم، عندك لحم مثروم حابة تضيفين وياه بالحمس هم تحمسيه شوية وتضيفين التمة. اذا ما عندك هاي الاضافات تقدرين تخلين كبة. هسه احنا راح نكملها، واخر شي راح نسوي الكبة، نخلي الكبة سويناها وياكم. هسه انا حاليا جمدتها، من يكمل عندي اخر شي راح اضيف الكبة. هسه هنا احنا ضفنا المعجون. انا هنا ايش عندي لا مندوزي خاشوقتين استكان، وعندي فلفل اسود خاشوقة استكان. هاي هنا راح نخليها عندي هنا تقريبا ملح حسب انتو ذوقكم. هنا تقريبا نص خاشوقة اكل. وهنا عندي نوم بصرة وحدة طحنتها، وهاي راح نظل نقلب بيها ونخليها يعني المعجون يفور تقريبا دقيقتين او 3 دقائق. من يفور المعجون يظل تقلب دقيقتين او 3 دقائق، من تظل تقلب احنا ذيك الساعة نهدرها، ومن توصل لمرحلة التهدير راح نرجع لكم. هاي هسه احنا بهاي المرحلة ما راح نغطيها على مود المعجون شوية تطلع عندنا وشوية ونغطيها. أنا هنا عندي تقريبا من 3 دقائق ل 4 دقائق هذا يفار عندي
الحام الشلغم قدام الفور عندي. بهالمرحلة أنا إيش راح أسوي؟ راح أخليه على نار ناصعة أو تهدير مثل ما يقولون، نهدره ربع ساعة نص ساعة، نهدر على نار كلش ناصعة. بهاي المرحلة أنا عندي هاي الكبة مجمدتها، راح أخليها قدامكم. وهاي الكبة أنا مسويتها الفيديو راح أخليكم إياه الرابط بصندوق الوصف إذا حابين تشوفون طريقتها. راح أخليها أني وأتركها على نار هاد من ربع ساعة إلى نص ساعة، وبذيك الساعة من يكمل راح نرجع لكم ونقدمه لكم. وهنا تقريبا من بعد نص ساعة على الطباخ خليناه على نار هادئة أو متوسطة، وهذا قوامه صار وهذا شكله وريحته ما أصف لكم إياها، كلش طيبة. هسه راح نصبها بالطاسة ونرجع لكم. وهاي صبيناه وريحته ويعني ما أصف لكم ريحته، ومبين من شكله طعمه كلش طيب. هاي راح نفتح الكبة قدامكم، هاي شكلها الكبة وريحتها كلش طيبة. وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم الحلوة، ولا تنسونا من اللايك والتعليق الحلو، وشكرا لكم.